وتأكد ان انت متابعنا علشان اي سكتش نرسمه بعد كده يوصلك على طول وتشتغل معانا واحده بواحده، وان شاء الله تبقى بتعرف ترسم. اول حاجه تعالى نعرف ازاي نرسم الشخص بيجري. اول حاجه زي ما اتكلمنا قبل كده، لو احنا تخيلنا ان الراجل ماشي في الناحيه دي، الدراع اليمين لو هو قدام الرجل اليمين بتبقى ورا. هنطبق ده بنفس النظريه في حركه الجري، ولكن حركه الجري هتبقى مختلفه شويه عن المشي. يعني لو رجعنا مع بعض بسرعه، المشي حركه المشي ادي طبعا ادي الراس، ادي الجسم من فوق، جزء الجسم من تحت، عندي الرجل اللي ورا اللي هي الرجل راجعه لورا، وليكن مثلا هي رجل الشمال بتاعت الشخصيه، ادي الرجل اليمين بتاعت الشخصيه تبقى قدام تمام عكسها، يبقى من فوق يعني يبقى نفس الدراع ناحيه الشمال هيبقى دي لورا، يبقى ده لقدام، يبقى ادي الدراع من عند الكتف. احنا شارحين الكلام ده بالتفصيل في الفيديو، هسيبه لك في الديسكريبشن تحت. وادي الدراع اللي ورا. طبعا مش هنسيب المستطيل يبقى مدبب كده، لا خليه كيرف. وده طبعا الراجل مناخيره وبقه ودانه والكلام ده كله، يعني شرحنا قبل كده في نفس الفكره بتاعت الشخص اللي ماشي. طيب الشخص اللي بيجري هيبقى مختلف شويه، هيبقى نفس الفكره ولكن في اختلاف بسيط جدا. اول حاجه الجسم مش هيبقى مستقيم كده، لا هيبقى مايل لقدام لانه هو بيجري فمندفع. فهعمل ايه؟ ادي الراس، وادي طبعا ادي اتجاه الجسم هيبقى مندفع لقدام، وادي الجسم من فوق. وحركه الجسم من تحت تبقى مختلفه، حركه طبعا المشي حركه هاديه، حركه الجري حركه عنيفه. فاكر لما قلنا ان في هنا دايره بتخيلها كده منطقه الوسط، برضه هتخيلها هنا منطقه الوسط، يبقى نصها فوق ونصها تحت علشان هطلع الرجل من هنا. ادي الرجل قدام وتكون متنيه من عند الركبه، وادي القدم، وادي الرجل اللي هي لورا. شايف الحركه فيها ايه؟ فيها عنف شويه عندي، او فيها إيه شده شويه عن حركه المشي الهادي. طيب انا عندي مثلا ايه حركه اللي بيجري، الرجل دي اللي هي ناحيتي اللي هي الرجل الشمال، شمال الشخصيه يعني، وادي الرجل اللي هناك دي اللي هي ناحيه اليمين او يمين الشخصيه هي اللي لورا، يبقى الدراعات عكسها. هاجي للدراع اللي ناحيتي واخليه لورا، ويعني ايه زاويه قايمه كده تقريبا من عند برضو الكوع، وادي كف الايد، وادي الدراع اللي هناك برضو متني من عند الكوع وبالحركه دي. طبعا بقى ممكن نخلي بقى الملامح تكون ايه فيها شده شويه، فيها قسوه شويه، بيعض على اسنانه، عاوز يلحق حاجه، بيجري، فاندفاع الشعر او حركه الشعر مثلا اللي هي ايه متطايره كده مع اتجاه الجاريه، يدي لك احساس بالجري ده بمنتهى البساطه. لو خلينا الراجل ده بقى راجل رياضي وبيجري ومعاه كوره، ممكن نخلي مثلا ايه وش القدم بتاعه او وش رجله زي ما بيقولوها بتاع الكوره يعني لامس في الكوره كده، فيبقى ايه بحيث ما يبقاش في البوز يعني، فتحس كده ان الجاريه مش جريه لعيب قوي يعني. طبعا الملامح مش هتبقى قاسيه قوي كده، وحسب بقى ايه الفكره اللي انت بترسمها. ده واحد بيجري بالكوره. تعالى كده نرسم بقى واحد الكوره هي اللي بتجري وراه، هنعكس الفكره دي. اول حاجه هحدد الارض اللي الشخصيه هتجري عليه، وعندي بقى الكوره مش هرسم بقى كوره صغيره، لا ارسمها كبيره كده فيها مبالغه شويه، وابعدها شويه عن الارض بحيث ان انا اعمل لها رجلين عشان ابين انها بتجري جريه اللي عنده رجلين، مش بتتدحرج. فاهم؟ انا عاوز اعكس الموضوع تماما يعني. ادي الدايره بتاعت الكوره. وطبعا انت لو في البدايه هتلاقي صعوبه شويه في رسم الدايره، مش مشكله، ممكن تتمرن ان انت ترسم دوائر كتير كل يوم في اي وقت، حتى لو الدوائر اللي انت بترسمها طلعت مش احسن حاجه مفيش مشاكل. هاخد برضو نفس ايه، ادي الدراع لورا ودراع لقدام، طبعا الكوره ايه مقلبظه كده مدوره، وادي الرجل قدام والرجل ورا. الرجل اللي قدام او الرجل اللي ورا متنيه من عند الركبه. ده شكل الكوره. انا هعمل بقى ايه الشخص التاني يكون صغير قوي بحيث ان انا ابين ايه الفانتازيا اللي في الموضوع او الكاريكاتيريه اللي في الموضوع. ادي الكوره، وعايز برضو ايه ما خليهاش دايره وخلاص انها دايره بتجري، طب ممكن دي شمس بتجري او قمر بيجري، لا انا عاوز ابين انها كره قدم. فهعمل ايه اللي هو التقسيمه بتاعتنا المعتاده بتاعت الكوره اللي هي المربعات والمسدسات والمكعبات دي، او حسب شكل الكوره بس يبان انها كره قدم يعني، بحيث ان هي كره قدم هي اللي بتلعب بالراجل او بتجري ورا الراجل او كده يعني. ممكن اكتفي ان انا اسيب لها مثلا دراعين ومش عارف ايه، وممكن اعمل لها عينين بحيث ان انا وبق اتمعن شويه بقى ايه في اظهار الكرتون اللي في الموضوع. وادي الراجل بيجري منها وبيبص لها ورا وخايف مثلا، في ملامح خوف
اللي هو حاجه مرعبه يعني بالنسبه له. اقول لك على حاجه، احنا نلبسه ملابس رياضيه بحيث ان هو كان لاعب كوره وكده، وتفاجئ ان الكوره تضخمت جدا وبتجري هي وراه. ادي الشورت مثلا، وادي الرجل اللي ورا والرجل اللي قدام. بس كده. تعالى نرسم عليها بقى بالقلم الاسود. تعالى كده نجرب، احنا بنجرب. اول حاجه ارسم الملامح بتاعت الكوره علشان ما اقومش راسم التقسيمات دي واقوم بعدها اعمل العين، فهرسم العين والبق وكده على تقسيمات الكوره فمش هتبان، فهتدخل كلها في بعضها. يعني اقصد ان انت كل حاجه بترسمها اللي هي يعني اللي فوق قوي، اللي هي مفيش حاجه عليها، مفيش حاجه اعلى منها، ترسمها تبدا بيها. زي ما انا سبت مساحه كده عند الدراع وهنزل تاني. بقى التقسيمات بتاعتها دي ما تكونش جامده قوي، بحيث ان هي ما تغطيش على الملامح او ما تضيعليش الملامح بتاعت الكوره. كنت بحب قوي وانا صغير ارسم كابتن ماجد وكده، فتلاقيني بحب ارسم الكوره جدا. انا ليه ما تنتش دي من عند الرجل؟ ليه؟ ابص انا هجرب اعمل بالسن التخين واحنا وحظنا. ماشي. يا رب الدنيا ما تبص معانا. فحاول برضو ان انا ما اقربش مثلا الصوابع من بعض، حاول ان انا ما اقربش الخطوط من بعضها بحيث انها ما تقفلش معايا. تقريبا مقبول. حركة الاندفاع دي بقى تيجي امسح بالاستيكة كده اما نشوف. تعالى نرسم في الخلفية مثلا جون مثلا هناك كده اللي هو المرمى. تيجي نلون بقى. هلون بقى بالالوان اللي قدامي، يعني انا مش مقرر ان انا الون بصراحه، فهنخلي الراجل ده لابس اخضر. نبعد بقى عن قصه اهلي وزمالك بقى والنادي والمش عارف الاخضر ما فيش له يعني، ما فيش من وراه مشاكل يعني. والشعر مثلا ممكن نخليه بني عشان ما نسودش الدنيا. ونخلي الكرة بقى نفسها اللي هي المثلثات اللي فيها دي او المربعات اللي فيها دي نخليها بلون احمر كده مثلا خفيف. ودي الارضية نخليها الاخضر الفاتح بتاع النجيلة ده. بس ايه رأيك كده؟